شنودة فاروق فوزي اتحول من طفل عايش وسط اسرته واهله وناسه لطفل يتيم عايش في دار الايتام واسمه يوسف. من 5 سنين تقريبا ام شنودة الحقيقيه سابته في كنيسه السيده العذراء في الزاويه الحمراء، سابته هو حته لحمه طريه زي ما بنقول، لسه ما كملش كام يوم يعني مولود. طبعا قسيس الكنيسه لما شافه اخده واهتم بيه يعني وعامله كانه طفل من اطفاله. في الوقت ده كان في حد بيروح الكنيسه اسمه فاروق فوزي، وكان دايما بيجي له وهو بيشتكي له يعني كده وحزين دايما. ده بسبب ان هو ومراته بقالهم اكتر من 30 سنه متجوزين وما خلفوش. مش هينفع اقول ان هم ما تهنوش بنعمه الانجاب يعني، لان انا لا انجابيه فمش هينفع اقول الجمله دي، فهقول لكم يعني ان هم ما خلفوش بقالهم اكتر من 30 سنه، وجربوا بقى كل الحلول الطبيه وراحوا للدكاتره. وكان دايما كل ما بيروح لقرايبه كده بيقعدوا يتريقوا عليه وكده، يقولوا وانتوا بقى ابنكم في سنه يوه انا نسيت صحيح ان انتم ما بتخلفوش. فكان فعلا يا جماعه بيعانوا من حاله نفسيه مش كويسه خالص. طبعا المتوقع اللي احنا هنقوله دلوقتي ان القسيس قال لهم في طفل يتيم لقيناه في الكنيسه هنا، خدوه ربوه واعتبروه ابن ليكم. طبعا فاروق وامال مراته فرحوا جدا يعني، حسوا ان ربنا اخيرا من عليهم بنعمه الاطفال، وراحوا كتبوه باسمهم في السجل المدني، بقى اسمه شنودة فاروق فوزي. عاش معاهم شنودة حوالي 5 سنين من غير اي مشاكل، وكانت الحياه كويسه جدا فعلا ابنه واهله. وباين من الصور كمان ان هو كان فيه اهتمام بالطفل يعني وبشياكته وبأناقته يعني، زي ما احنا شايفين شنودة في الصور. طفل جميل، عمرك ما هتقول خالص ان هو طفل ملوش اهل يعني، بالعكس بيبقى في اهالي حقيقيين ما بيهتموش بابنهم زي ما اهل شنودة كانوا مهتمين بيه. وده طبعا لان هم حاسين ان دي حاجه من عند ربنا يعني، من كتر اهتمامهم بالطفل وان هم عايزينه يطلع احسن منهم ويطلع مرتاح ومبسوط يعني. عم فاروق قدم له في دروس الكاراتيه والسباحه بقى وكده، وبيوديه التمرين يعني، عايش حياه طبيعيه جدا يعني انا عن نفسي ما عشتهاش، بس عشان انا يعني من اسره تحت المتوسطه. جماعه على فكره البرجر ده والله يعني 3/4 فول صويا، ما تفتكروش ان دي كلها لحمه والله. الطفل شنودة كمان نمى بسرعه جدا ونطق بدري جدا يعني، لدرجه ان هو لما كان حد بيسال شنودة انت اسمك ايه، ما كانش بيقول انا اسمي شنودة وخلاص يعني، كان بيعرف نفسه بان انا الدكتور شنودة فاروق فوزي. هو كان عايز يطلع دكتور وكان عنده طموح عالي يعني، دي حاجه كان كل قرايبهم وكل الناس اللي هم يعرفوهم كانوا بيحسدوهم عليها يعني، ان انتوا ابنكم طلع كويس وسليم وكمان نطق بدري. كان في عيون قراره كتير قوي. ما هو بقى من كتر القر ده الواد بعد عن اهله. انتوا لو تسيبوا الناس في حالها وبطلوا تبصوا وتقولوا للناس انت ابنك كويس انت ابنك سليم، انت مالك انت نطق بدري ولا ما نطقش، ما تسيبوا الناس في حالها. نقيتوا على الراجل نبرتوا عليه او بقى يتيم. يا رب تكونوا انبسطتوا دلوقتي. زي ما احنا عارفين ان الحياه غداره، ما ضحكتش لعم فاروق ومراته لفتره طويله، قالت لهم يعني كفايه عليكم كده 5 سنين، الواد ده يلزمني. طبعا زي ما احنا عارفين ان في كل عيله في حربايات وفي ناس مش كويسه يعني. عم فاروق كان له اخت كده كانت بنتها بقى بتغير من شنودة جدا يعني. عم فاروق يعني حالته الماديه مرتاحه يعني ومعاه فلوس. قريبته دي لما شافت ان هو ظهر له فجاه عيل كده وهياخد الورث كله، لان احنا عارفين طبعا ان الميراث في مصر بيتوزع طبقا للشريعه الاسلاميه، فحتى لو هم مسيحيين طالما عم فاروق عنده طفل ولد، الطفل الولد ده هو اللي هيورث كل حاجه. دماغها وزتها انها تروح القسم وتبلغ ان عم فاروق عنده طفل مخطوف مش ابنه. وفي يوم 7 فبراير 2020 الشرطه استدعت اهل شنودة. طبعا ام شنودة رايحه القسم وهي مش في دماغها اي حاجه يعني، الموضوع قديم واتنسى والواد بينام في حضنها وكل الامور قلصه. اتفاجئت ان دي دهنه دي ولا ايه، اتفاجئت ان في 2 من وزاره التضامن منتظرينها عند القسم واخدوا منها شنودة. في اللحظه دي كانت لحظه فاصله في حياه شنودة. بدل ما هو كان هيروح مع امه وهيبات في حضنها بالليل، لقى نفسه ان هو طفل يتيم عايش وسط اكتر من 20 مش عارفه الرقم الصراحه، بس يعني وسط اطفال كتير جدا وملوش اهل، وهو بقى طفل هو مش فاهم حاجه. ريته ما كان جه. اهله راحوا وزاره التضامن وطلبوا منهم فرصه ان هم حتى يشوفوا الطفل، كان وحشهم طبعا. واحد من الموظفين هناك رد على عم فاروق رد صدمه في الحقيقه يعني، قال لك انت متعلم على الواد ده بقلم احمر اللي انت ما تشوفوش. ايه العنف ده؟ وطبعا كخطوه طبيعيه يعني هم قالوا طب خلاص انتوا خدتوا مننا الطفل واعتبرتوه ان هو يتيم وكل حاجه، طيب خلاص هاتوا لنا الطفل هنتبناه باجراءات جديده وكل الورق اللي انتوا عايزينه هنعمله واي شروط عايزين تعملوها اعملوها، بس ادوه لنا يروح معانا. فكان الرد صادم اكتر من الصدمه الاولانيه. قالوا لهم ما فيش حد اسمه شنودة. فقال له شنودة ده ابني جالكم من شهر تقريبا. فالراجل قال له عمل نفسه يعني ان هو كان مش واخد باله يعني. فقال له لا ما بقاش اسمه شنودة، ده دلوقتي اسمه يوسف حضرتك، ما فيش حد اسمه شنودة، وهو دلوقتي طفل مسلم وانتوا اسره مسيحيه وده ما ينفعش، لازم اسره مسلمه هي اللي تتبناه. ووصلت المحايله من اهل شنودة من كتر ما هم عايزين يفضلوا جنب ابنهم ان هم اتحايلوا على الملجأ ان هم يشتغلوا فيه ان شاء الله حتى لو هيخدموا، هم عايزين يبقوا جنب ابنهم. اداره الملجأ رفضت وادوا لهم رقم، قالوا لهم بصوا لما تحبوا تكلموا يوسف مش شنودة تبقوا تتصلوا بيه على الرقم ده. هم كل ما كانوا بيتصلوا بالرقم
الرقم ده كانوا اداره الملجأ بتتحجج بحجه شكل الواد في الحمام، الواد عنده درس مش عارف ايه، فهم حتى بعد ما خدوا الرقم ما عرفوش يكلموا ابنهم. طبعا عم فاروق وزوجته الست امال الموضوع كان مأثر فيهم جدا، كانوا بيعيطوا ليل ونهار، يعني الموضوع كان مأثر فيهم جدا. تخيلوا يعني بعد علاقه دامت اكتر من 4 سنين، بعد ما اتعلقوا بالطفل واعتبروه ابن ليهم، وطبعا بينهم ذكريات وبينهم حاجات جميله جدا، فجأة الطفل اتاخد منهم، ما عادش فيه شنوده تاني. الحقيقه هم عملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يرجعوا الطفل ليهم، وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يتدخل علشان يساعدهم يرجعوا ابنهم. وانا بقول لك يا سعاده الرئيس عاوز شنوده. وكلت اسره شنوده محامي ورفعت قضيه في مجلس الدوله، دعوه بضم الطفل شنوده ليهم من تاني، وفضلت القضيه مكمله. كان المفروض احطها في كيس عشان ما تلزقش كده. وفضلت القضيه مكمله في مسارها الطبيعي لمده 5 شهور. وفي الجلسه قبل الاخيره رئيس المحكمه طمن اسره شنوده، قال لهم ما تقلقوش، شنوده ابنكم لا هيزود المسلمين واحد ولا هينقص المسيحيين واحد. ضمنيا يعني كده من الكلام طبعا اهل شنوده اطمنوا وحسوا ان ده معناه يعني ان ابنكم هيرجع لكم. اهل شنوده فضلوا عايشين على الامل ده لحد الجلسه الاخيره، لكنهم للاسف اتفاجئوا برد المحكمه بعدم الاختصاص. عدم الاختصاص معناه رفض القضيه، يعني الموضوع ده ما يخصناش. الفكره كمان يا جماعه ان المحكمه دي هي اعلى محكمه وهي اللي بتختص بكل القضايا، فما بالك بقضيه حساسه زي دي. وحتى كمان ما ردوش عليهم ولا قالوا لهم ايه هي المحكمه المختصه اللي هم ممكن يلجأوا ليها في حاله زي دي. وفضل المحامي يسأل طيب يا جماعه احنا نروح لمين؟ يعني هل مثلا الازهر الشريف هو اللي مختص؟ طيب هل دار الافتاء هي اللي مختصه؟ طب حد يقول لنا يا جماعه نروح فين ونيجي منين؟ حتى القانون بيقول ان لو المحكمه قالت بعدم الاختصاص لازم يقولوا ايه المحكمه اللي يطرح لها يعني. طبعا الموضوع ما عداش بالسهل، السوشيال ميديا اتقلبت كلها وطلع هاشتاج شنوده يرجع لاهله على تويتر. ناس كتير قالت يعني ان شنوده لازم يرجع لاسرته، مش علشان موضوع الدين سواء مسلم او مسيحي ان احنا نضيع مستقبله، بدل ما هو كان عايش وسط اسره بتحتويه وبتحضنه يبقى نضيع مستقبله. ده مش كلام يعني، ده كلام رواد السوشيال ميديا، انا ماليش دعوه. ليه وزاره التضامن دي ما تواجهش المجهود والحاجات اللي هي بتبذلها في قضيه شنوده تحديدا لاطفال الشوارع اللي هي حرفيا فعلا بتنام في الشوارع وفعلا بيتم الاعتداء عليهم بطرق كتير جدا؟ والمفروض ان وزاره التضامن دي بتحاول انها توفر حياه كريمه للاطفال مش بتسلبها منهم يعني. ده مش رايي انا، ده راي رواد السوشيال ميديا، انا ماليش دعوه. وكمان الكاتبه فاطمه نعوت اعلنت في بوست ليها على فيسبوك انها ناويه ان هي تبدا في اجراءات كفاله الطفل شنوده. هل فعلا هيسمحوا لها انها تعمل اجراءات الكفاله يعني وتاخد شنوده ترجعه لاهله؟ ما اعتقدش بصراحه. محامي الاسره طبعا طعن على الحكم وقال ان هو مش هيسكت لحد ما يشوف شنوده تاني في احضان اهله. الماده الثانيه من الدستور المصري بتقول ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع. لو هنرجع فعلا للشريعه الاسلاميه فاحنا هنلاقي اكتر من راي بيتكلم عن الموضوع ده. في راي بيقول ان الطفل ده هيبقى مسلم لان الفطره هي الاسلام، وفي راي تاني في الشريعه الاسلاميه بيقول ان الطفل بياخد ديانه المكان اللي اتوجد فيه، يعني لو هم لقيوه في كنيسه يبقى الطفل ده هيفضل مسيح حتى لو الاسره اللي هتكفله اسره مسلمه. كان بيروح الكنيسه ساعه التناول، لما كنا نخش التناول ما كانش يستنى، كان عاوز يجري على الهيكل عشان يتناول. في وسط الهيصه والدوشه دي كلها طبعا شنوده قاعد مستغرب مش فاهم ايه اللي بيحصل، ولا انا رحت فين، ولا انا جيت منين، طب انا ذنبي ايه، طب انا اتولدت ليه، هذه هي الحياه التي ركلت بطن امي من اجلها. اكيد يعني دي افكار بتدور في دماغه، يعني انا ما اعرفش، بس هو اكيد. شفت يا سالم ان الوجود ده قاسي وصعب قد ايه. يعني هو كان عايش حياه كويسه وسط اهله، في بابا وماما، بياكل كويس، بيلبس كويس، بيروح يتمرن كاراتيه، فجاه اتاخد من وسطهم وبقى يتيم، وغيروا ديانته، بدل ما كان اسمه شنوده فاروق فوزي وديانته مسيحي بقى اسمه يوسف وديانته مسلم. طبعا يا جماعه حد هيجي مثلا يسالني عن رايي الشخصي ويقول لي طب انت شايفه ايه في الموضوع ده، يعني رايك الشخصي، هقول له ايه، انا هحتفظ برايي الشخصي لنفسي، مش هينفع اقوله. الحقيقه يعني انا جايه اعرض لكم الموضوع واسيبكم انتوا تحكموا بنفسكم، انا لسه ما دخلتش دنيا يعني يا جماعه، مش عايزه ادخل حته تانية. شكرا.